من احلى الطرق اللي ممكن تعملوها وتعتمدوها للقرنبيط، ووصفة سهلة وجميلة، مقادير مظبوطة، هيطلع معاكم تحفة. خلاص، ولا هيطلع طري ولا هيطلع واحدة وواحدة ولا الكلام ده كله، هيطلع كله لون واحد زي ما انتوا شايفين، وريحته وطعمه يجننوا. انسوا بقى اي طريقة عملتوها قبل كده، وشوفوا الطريقة دي في مكون انا هضيفه عليه هيخلي القرنبيط حكاية، طري من جوه ومقرمش من بره. يلا نشوف عملنا ايه. جبت قرنبيطة كده وسط زي ما انتوا شايفين، طبعا حسب الحجم اللي انتوا بتفضلوه، بقطعها الواحده بوحدتها زي ما انتوا شايفين كده. تفضل تكون القرنبيطيه صغيره، القطعه تكون صغيره، يعني في ناس بيقطعوها كبير، لا الورده تكون صغيره كده بتاعتها عشان نعرف تتسلق كويس وتتحمر كويس وشكلها حتى يبقى حلو في التقديم. بقطعها كلها تقريبا تقطيعه واحده. بجيب عندي ميه بتغلي، بنزل فيها حبه لبن صغيرين، يعني ربع كوبايه من اللبن، حبه ملح، حبه كمون صغيرين، وبنزل بالقرنبيط. بسيبه اول لما يغلي لمدة بعد ما يغلي 3-4 دقايق كده بالظبط أو 5 دقايق، بنرفعه من على النار. يعني بسيبه في النار بعد الغليان 4 أو 5 دقايق بالظبط عشان يطلع مظبوط معاكم، ولا مهري ولا أي حاجة. ده كده السوا بتاعه بالظبط. بعد السليق أهو ب4 أو 5 دقايق، بعد الغليان ب4 أو 5 دقايق هيطلع بالشكل ده، ولا هو مهري ولا هو مستوي قوي. احضر بقى هنا عندي الخلطة. هنا عندي حطيت 4 بيضات، كان عندي بيض صغير، عندكم عايزين تقللوا عن كده تمام. انا ضفت 4 بيضات مع معلقة من الخل، كوباية من اللبن. بقلب المكونات دي كده مع بعض كويس قوي. بعد كده بضيف عليهم كوباية من الدقيق، كوباية وربع من الدقيق. بقلب المكونات مع بعض كويس. وبعد كده بنزل عليهم معلقتين كبار من النشا. بقلب المكونات كده كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين. نزلت عندي بنص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنا بقى البهارات نزلت قدامكم اهي على الشاشة: ملح، فلفل، شطة، بابريكا، توم باودر، وطبعا فصين توم مهروس، وكركم. نزلت بالخضرة بتاعتي، والمكون اللي قلتلكوا عليه هو الطماطم المبشورة. بنزل ب2 من الطماطم المبشورة على الخليط ده، وطبعا لقيته تقيل زودت حبة مية صغيرين عشان القوام يبقى مظبوط. الطماطم المبشورة هيخلي قلب القرنبيط تحفة من جوه وطري، وهيخلي طعمه حكاية. هنا انا عندي جبت الطاجن ده زي ما انتم شايفين، نزلت فيه بحوالي كوبايه وربع من الدقيق، نزلت فيه بحوالي معلقتين كبار من النشا، رشه ملح صغيره، رشه بيكنج باودر صغيره برضو. بقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعض. عايزه اقول لكم القرنبيط بالطريقه دي من احلى الطرق وانجح الطرق اللي ممكن تجربوها. نزلت بحبه صغيرين من الكركم، وده هنا ده اختياري برضو، لو مش عايزين تحطوه بلاش. جبت هنا عندي القرنبيط، بصوا هو متماسك ازاي. بنزل فيه بالخلطة دي على الدقيق اللي انا عملته. طبعا الدقيق ده يعني عن كل شوية كده نحاول ننخله عشان يقضي بقية القرنبيط. بصوا كده هيعمل طبقة جميلة قوي. باخد الاول الخليط اللي انا عاملاه، البيض بالخضرة بالبهارات على الدقيق اللي انا عملته بالنشا والحبة بيكنج باودر. بقلب القرنبيطة كويس كده، بغلفها كويس في قلب الدقيق، واحاول طبعا انفضها عشان تديني الطبقه الكريسب اللي بره. هنا عندي زيت كده على النار، نزلت بالقرنبيط بتاعي. بصوا هو اول لما بينزل بياخد شكل تحفه وهيقرمش معاكم. هوريكم دلوقتي بالظبط بيقعد 3 أو 4 دقايق مش اكتر من كده. بصوا الشكل عامل ازاي. هنا جبته كده صفيته خالص تمام على ورق المطبخ، وبعد كده برصه. عايزه اقول لكم بصوا الشكل، والله العظيم يا جماعه من انجح الطرق اللي ممكن تجربوها للقرنبيط هي الطريقه دي. في ناس طبعا بتعمله بطرق تانية مختلفه، طبعا كل واحد حسب ما بيحب، بس انا بتكلم للي بيحبوا مقرمش وطريقه حلوه وجديده. حتى الاولاد لو عملتوها لهم بالطريقه دي هيحبوها. مفيش اسهل ولا احلى من كده. طريقه يعني قريبه كده لشكل الكنتاكي، هم افتكروه كنتاكي اساسا من الشكل بتاعه، مقرمش كده طبعا، ووجبه صحيه مفيش احلى من كده. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه،
وكومنت حلو منكم. سلام.